وانتهت مباراة الهلال والاتحاد بفوز 2-0 للهلال على الاتحاد، نتيجة كبيرة جدا. 2-0 في الادوار الاقصائية تعتبر نتيجة كبيرة، وبكده الهلال بيحط قدمين في نص النهائي مش قدم واحدة بس. فمبروك لكل جمهور الهلال الفوز النهارده والصعود لنصف النهائي. المباراة الجاية ان شاء الله هتبقى تحصيل حاصل، وانا اتوقع يا يكسب الهلال يا يتعادل في جدة. اما جمهور الاتحاد فانا عايز اقول لكم هارد لك، الله يكون في عونكم على الفريق، الله يكون في عونكم على اداء اللعيبه، الله يكون في عونكم على المدرب، الله يكون في عونكم على الاداره. بصراحه الواحد مش عارف العيب فين، يعني العيب فين ولا فين ولا فين، بس انا هتكلم في الكوره بس. انا النهارده ما كنتش شايف فريق نهائي، لا شايف في حراسه المرمى، لا شايف في الدفاع، لا شايف في خط الوسط، لا شايف في الهجوم. عبد الرزاق حمد الله النهارده كان سيء جدا، اناني وبيلعب فردي. فابينيو كان سيء، مفيش غير كانتي هو رجل الاتحاد الاول، وللاسف اتطرد في الدقيقه 66، يعني هتحرموا منه في مباراه الاياب. روما قبل ما يطلع سيء جدا، الباك ليفت، الباك رايت، الوينجين، كل حاجه، الدفاع، حجازي، قادش، اي حد النهارده كان بيلعب في الاتحاد كان سيء ما عدا كانتي. فالله يكون في عونكم، فكروا دلوقتي بايجابيه، ما تقعدوش تحرقوا في دمكم. الفريق ده لازم يتفور تماما، ما يتبقاش منه غير كانتي فقط، وباقي الفريق لازم يجي له محترفين اجانب، صفقه اجانب من العيار الثقيل، وكل اللي موجود في الفريق ده كله يتفور، وكل واحد يسافر على بلده، ما يتبقاش غير كانتي فقط لا غير. طيب نبدا بقى نتكلم على المباراه. المباراه بدات النهارده في اول نص ساعه، كانت مباراه متكافئه ومتوازيه ما بين الفريقين. الهلال كان بيلعب، الاتحاد كان بيلعب، الهلال بيضيع فرص، الاتحاد بيضيع فرص لحد الدقيقه تقريبا 32. انا فجاه لقيت كده الاتحاد بيتراجع، معرفش ايه السبب، والهلال بدا يستحوذ على الكوره بالطول والعرض. واول ما استحوذ الهلال على الكوره مفيش بالظبط اقل من 5-6 دقائق كان الجول الاول للهلال. هتقولي ضربه جزاء، ضربه جزاء صحيحه، قله خبره من لاعب الاتحاد خليته يحضن متروفيتش، مش يمسكه، ده يحضنه زي ما يكون ما شافوش له 100 سنه، فرايح يحضنه ياخده بالاحضان. ومنها في الدقيقه 40 متروفيتش يحط الهدف الاول للهلال، وبعديها بدقيقتين بس سالم الدوسري يحط الهدف الثاني. وهنا تبان ميزه سالم الدوسري. سالم الدوسري قبلها طول المباراه لحد الدقيقه 40 وسالم الدوسري مش ظاهر خالص، سلمان الفرج هو اللي باين وظاهر قوي في الفريق، وسالم الدوسري يظهر على فترات متباعده، كل دقيقتين ثلاثه يظهر سالم الدوسري ويختفي، بس يجي في الدقيقه 42 يحط الهدف الثاني ويقتل المباراه من الشوط الاول. فريق الهلال النهارده كان بيلعب لعب ممتاز، الفرقه كلها بتلاقي بعضها بسهوله، وكان في تقارب شديد جدا ما بين الخطوط. عشان كده هم قدروا يستحوذوا على المباراه في الشوط الاول والشوط الثاني، وقدروا يسجلوا هدفين من الشوط الاول ويرتاحوا خالص الشوط الثاني، مع انه كان في اكتر من فرصه لزياده غله الاهداف لكن ما حصلش. لكن 2-0 ومستوى الاتحاد اللي احنا شفناه بيه النهارده، خلاص الهلال يعتبر في نص النهائي، ويستنى اللي هيطلع من النصر والعين، وباذن الله رب العالمين النصر يكسب العين ونقابل الهلال في دور نصف النهائي، وتبقى مباراه ديربي قويه جدا ونص نهائي من اقوى المباريات اللي موجوده في دوري ابطال اسيا. وقتها بقى نكسر في بعض بقى ونشوف مين اللي هيكسب في المباراه دي. اتمنى ان شاء الله رب العالمين ان احنا اللي نكسبها. فمبروك جمهور الهلال بجد بجد بجد. اللعيبه النهارده عملوا مباراه كبيره جدا، برافو اللعيبه، برافو المدرب. حتى اللعيبه الصغيرين اللي نزلوا في المباراه في الشوط الثاني كانوا تحسهم كده نازلين فعلا فايقين ورايقين، والعيال بتلعب كده لعب كانهم لا مش كسبانين 2-0، كانوا بيلعبوا، كانوا بيضغطوا، كانوا بيزعلوا على الكوره لما بتتقطع منهم، لا في روح. والهلال بجد من اقوى الفرق المرشحه للبطوله دي بعد النصر طبعا، لان ان شاء الله النصر هو اللي هياخد البطوله دي باذن الله رب العالمين. فمبروك لجمهور الهلال الفوز الكبير النهارده. لعيبه الهلال قدمت مباراه قويه جدا ومباراه متميزه ورائعه، تستاهلوا عليها التحيه. نشوفكم ان شاء الله في مباراه الاياب في جده، ونستمتع بمباراه قويه باذن الله رب العالمين زي مباراه النهارده. وشكرا ليكم، سلام.